في البحرين شهيد جديد ينضم إلى قافلة شهداء الانتفاضة. في عيده الوطني النظام البحريني يقتل الشاب علي القصاب ذو 21 ربيعا دهسا تحت عجلات سيارة تابعة لقوات الأمن. اسمح لي أستاذ حسين، يعني مضطر للمقاطعة. أشرف من المنامة والد الشهيد علي القصاب أستاذ السيد أحمد رضا القصاب. سيد أحمد، أهلا وسهلا بك معنا، وعظم الله أجوركم باستشهاد علي القصاب. مبارك لكم أيضا هذه الشهادة. والسؤال هنا يعني الله يحفظكم، كيف حصلت شهادة علي لا سيما في ظل التضارب الذي تحاول وزارة الداخلية لإيحاء بأن هناك حادث عرضي وأنها تتحفظ على السائق من خلال عملية جرت على تقاطع لأحد المشاة؟ والله يا أخي ولدي متجه له حق عشان بيروح تصليح السيارة للجراج، فأثناء طريقه إلى الجراج عرضته سيارة مالت الداخلية، يعني قسم نظافة، وقالوا لهم وين رايحين؟ ثاني مرتين يعني كلهم يوقفونهم وين رايحين، بس ما ولدي يعني وش يسمونه قال لهم بروح الجراج. زين كل حين يقولون له علينا وش يسمونه وش بتسوي وش ما بتسوي. زين وقالوا له وقف على فرد، قال ان شاء الله. زين هو حس منهم انه يسمونه لانه هو دائما مطارد من قبل، حس انه يبون يمسكونه. زين لان يعرفهم مال المخابرات. قالوا وش يسمونه على انه ينجي بنفسه. زين فر يعني على جهه، وكان وياه بعد زميل الثاني اراد بعد اللي هو ينجي بنفسه ركض بعد، بس الاول الولد اللي وياه مسكوه. زين والولدي الله يسلمكم وش يسمونه تبهدل، ما عرف وش يسوي، كان ينجي بنفسه. زين عبر الشارع بقوه بدون ما يلاحظ السيارات ولا كل شيء، وجت سياره يعني مدنيه ودعمته اللي هو بي ام دبليو، والشخص يعني ممسوك عندهم. بس الحين احنا نتكلم اللي هو بموضوع من ناحيه اللي هو يسمونه يعني شلون عرفت دهست السياره باي طريقه، لانه متخسبق من ناحيه اللي هو المطارده من قبل اللي هو المباحث. يعني من قام بقتل علي، يعني لكي يفهم المشاهد أستاذ أحمد السيارة التي قامت بصدم علي القصاب، أولا هل كان صدم عمد؟ يعني كان هناك تعمد القتل، تعمد الصدم لعلي القصاب، وهي سيارة رسمية أم سيارة خاصة؟ لا السيارة اللي دعمت طبعا سيارة مدنية عادية يعني ولكنما السبب وش يسمونه دعمته لانه وش يسمونه يبي يجيب نفسه تبهدل، مو عارف شلون يبي كان يجيب نفسه باي طريقه. زين واللي هو يبي يعبر الشارع وش يسمونه، والسياره جايه مسرعه وهي سياره مدنيه ودهسته، عرفت. لكن بس السبب يعتبر وش يسمونه من وزاره الداخليه، لان المخابرات دائما يطارد، مو بس من اول مره، يعني اول مره هذه حتى سابقا كانت دائما تلاحق من مكان لمكان، اي مكان يروح دائما تلاحقه، وعده امرار يعني يجوزون. ختاما اخ احمد، ماذا تطلب من المعارضه البحرينيه للحفاظ على دماء علي القصاب؟ والله احنا نطلب انه يعني يقومون بالواجب اللي عليهم، انه يبحثون في القضيه بالضبط، ويطالبون يعني وزاره الداخليه بكشف الاشخاص اللي وش يسمونه طاردوه. طلب بكشف الحقيقه. استاذ احمد رضا القصاب، شكرا جزيلا لهذه المشاركه، والد الشهيد علي القصاب، وعظم الله اجوركم.